من أعظم ما يسوقك إلى الله سوقا وينمي قضية حسن الظن بالله قراءة القرآن، العيش مع القرآن، الارتباط بالقرآن. لا تمر عليك ليلة ولا يمر عليك يوم من الأيام إلا وقد قرأت كتاب الله. خذ آية من كتاب الله، عش معها، تأملها. يقول الله في مطلع سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بالله كيف يشقى من يقرأ القرآن؟ بالله كيف يحزن من يقرأ القرآن؟ بالله كيف يبتئس من يقرأ القرآن ويعيش مع القرآن ويتفاعل مع القرآن؟ الحل في أيدينا لو أفقنا من غفلتنا، داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داؤ. ويقول الله في ختام سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل ما عرضت عن الله أقبلت الهموم والضيق والكدر. كلما عدت إلى الله ولو شبرا واحدا أسعدك، لأن الله شكور، لأن الله لا ينسى من عصاه. كيف بمن أطاعه؟ كيف بمن عاد إليه سبحانه وتعالى؟ ما ظنك برب غفر لقاتل 100 نفس؟ سبحانه رب رحيم كريم جواد. اللهم إنا نحسن الظن فيك، اللهم إنا نحسن الظن فيك. اللهم من كان معنا أو بيننا مهموما ففرج همه، ومن كان معنا أو بيننا مبتلا فعافه. يا رب أسعدنا وأسعد بنا، واهدنا واهد بنا. اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اشرح صدورنا، وعمر قلوبنا بحبك، وعمر قلوبنا بحسن الظن فيك، وعمر قلوبنا بصدق التوكل عليك، حتى نعلم يقينا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اللهم يا رب يا من تعلم حوائج السائلين وتعلم ما في صدور الصامتين، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك.